خلينا نتكلم باختصار عن تاريخ الكوديبندنسي من أول ظهور المصطلح والتطور اللي حصل في المفهوم بتاعها من وقتها لغاية دلوقتي. مصطلح الكوديبندنسي أو الاعتمادية المشتركة بدأ استخدامه في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، والسياق الأصلي كان في علاج الإدمان والأسر اللي فيها حالات إدمان. في الأول كان إدمان الكحول، وبعد كده بقى إدمان أي مواد مخدرة تانية، وكان بيتوصف بيه كوديبندنت يعني شخص عنده اعتمادية مشتركة. بيتوصف بيه الأزواج أو أعضاء الأسرة بتوع الشخص المدمن اللي هم نفسهم مش مدمنين، ولكن حياتهم بتتمحور حوالين رعاية الشخص المدمن، واللي كانوا أحيانا كتير بيمكنوا الإدمان أو استمرار الإدمان طبعا من غير ما يقصدوا، بإن هم بيغطوا على الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ أو الأخت أو الأم، ويتحملوا مسؤولياتهم ويلموا وراهم ويضحوا أحيانا كتير بكل احتياجاتهم وبشكل حياتهم في محاولة للحفاظ على الشخص ده أو على وحدة الأسرة. مع الوقت ابتدى المعالجين والباحثين يكتشفوا انه النمط ده مش موجود بس في الاسر اللي فيها ادمان، لكن كمان موجود ومنتشر في العلاقات مع الناس اللي عندها مشاكل في صحتها النفسيه، عدم استقرار عاطفي او سلوكيات مؤذيه. فضل مفهوم الكوديبندنسي يتطور لغايه لما بقينا النهارده فاهمين انه الكوديبندنسي مش حاجه خاصه بالعلاقات اللي احد الاطراف فيها عنده مشكله ادمان او مشكله تانية صحيه نفسيه او عقليه. ده احيانا بيكون عامل مهم، لكن الكوديبندنسي هي نمط من التفاعل مع الاخرين المدفوع باعتماد القيمة الذاتية والإحساس بالنفس والاستقرار العاطفي لشخص على شخص آخر وحالته وسلوكه. وبقينا كمان فاهمين ان الكوديبندنسي مش بس موجودة في علاقات الحب والارتباط والجواز، لكن كمان ممكن تكون موجودة مع الأولاد، الإخوات، الأهل، الأصدقاء، وحتى في علاقات العمل. التطور في الفهم ده مهم لانه معناه انه الكوديبندنسي مش بس موجوده في الحالات الاكستريم، الكوديبندنسي بتظهر في علاقات كتير وفي حياه ناس كتير بطرق مختلفه ولدرجات مختلفه، وبما ان هي حاجه مؤذيه لكل الاطراف التعرف عليها خطوه مهمه علشان نقدر ان احنا نتخلص منها.